ثقافة السلامة بتبدأ من احترام الناس وفهمهم وسماع صوتهم. وفي نقطة لازم تتقال، إن المتابعة أهم من التنفيذ. ما تفرحش إنك علقت يافطة أو لوحة ووزعت PPE. اسأل نفسك، هل الناس فهمت؟ هل فعلا بتطبق اللي اتقال؟ هل الإجراءات مناسبة للواقع؟ طب أبدأ منين؟ في خطوات عملية أو بعض الخطوات العملية. أول حاجة، بتقرأ تحاليل حوادث سابقة، وبتعرف سبب كل حادثة حصل فيها إيه. بتشارك زملائك النقاش، وافتح ودانك للأفكار الجديدة. خليك دايما قريب من العمال لأنهم مصدر التحذير الحقيقي. فكر قبل ما تطبق، واسأل نفسك، هل ده الحل الأفضل ولا في حاجة أحسن؟ نصيحتي ليك، لو عايز تبقى شغال في مجال السلامة وتكون مميز وراجل يعتمد عليه وبيفكر صح، ما تقفش عند حدود الإجراء. وسع مداركك، افهم الناس، حط نفسك مكانهم، وابدأ بنفسك. خليك انت النموذج اللي الناس بتمشي وراه. لكن في النهاية عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، اللي بيميزك مش لقبك، انما نيتك، علمك، اسلوبك، وخوفك من ربنا. لما بتشتغل وانت حاطط في بالك انك بتحمي ارواح ناس وبيوت مفتوحة، وبتخاف على الناس زي ما بتخاف على اهلك، ده اللي هيخليك متميز، مش مجرد شهادة او خبرة. الناس هتحس بيك وهتقدر جهدك. تابعوني على قناة سيفتي ستيب، ولو في اي تعليقات او اسئلة في انتظاركم. انا احمد شعبان، ودي قناة سيفتي ستيب. السلام عليكم.